السلام عليكم، معاكم عبد الله فتحي صلى على النبي ويلا بينا. تدريبات النداء. الأسئلة المقالية مش هنحلها. يلا بينا مع بعض كده. ربنا بين حكم حذف حرف النداء. قال ربنا، حكم حذف حرف النداء ايه هنا؟ ده مالناش دعوه بنوع المنادى بقى. هو احنا مش قلنا الحذف مالناش دعوه بانواع المنادى؟ هو هنا الحكم ايه؟ جواز ذكر الحذف. جواز الحذف عادي. طب قال لك ايه العله يا استاذ؟ لانه في غير مواضع الامتناع والوجوب. في غير مواضع الايه؟ الامتناع والوجوب بس. مالكش دعوه بانواع المنادى بقى. اصبح ليل وقطر الكرى. اصبح ليل، الحكم هنا ايه؟ ده جواز الحذف بقلة. جائز بكل عشان اسم جنسي يا استاذ. تمام. يا لله للمسلمين. ده حكم الحذف. يدعو الحذف. يا لله ده مستغاث. المستغاث والضمير الحكم ايه؟ ايوه اللي هو يمتنع الحذف يعني لانه مستغاث. هؤلاء اسم اشاره، الحكم ايه؟ اسم اشاره جواز الحذف بقلة. جائز بكل يا استاذ لانه اسم اشاره. عبد الله لا اسم اشاره ولا اي نوع من انواع الامتناع ولا اللهم ولا الكلام ده كله خالص. يبقى حكمه ايه؟ جواز الذكر والحذف. جواز الذكر والحذف يا استاذ لانه في غير مواضع الامتناع والوجوب. ثم انتم هؤلاء اسم اشاره قلنا قبل كده جاز بكل. يوسف برضه يجوز الذكر والحذف. يجوز ذكر الحذف برضه يا استاذ عادي جدا لانه في غير مواضع الامتناع والايه والوجوب. ومحمدا المندوب ده مدى مندوب. يبقى حكمه ايه؟ ايوه اللي هو يمتنع الحذف يعني. يمتنع الحذف يا استاذ لانه مندوب. يبقى المندوب والضمير واسم الاشاره والمندوب والمستغاث والضمير يمتنع الحذف. هو كان مثلا يقول لك ايه بقى؟ اياك. لو كان زود كمان مثال بقى او سؤال يبقى اياك هنقول يا اياك يمتنع الحذف لانه ضمير. صعب الكلام. اللي بعده السؤال اللي بعده يا استاذ بقى كده الشواهد. سلام الله يا مطر. ايه الشاهد اللي هنا بقى؟ يا مطر ده موطن الشاهد اهو. المثل الاول. يبقى يا مطر هنا نون ايه؟ المنادى العالمي. هو اصلا كده مبني اصلا. هو كده اصلا مبني بس هو نونه ليه؟ للدرجة يا علي. للدرجة الشعرية. ماشي من اول للدرجة ايه يا استاذ؟ الشعرية. نفس الفكرة يا عاديا برضو نون المنادى برضو يا استاذ للدرجة الشعرية بس هو نونه هنا ونصبه. يبقى لم يكتفي بالتنوين فقط بل نصبه يا استاذ. وصلت كده؟ فيا الغلامان اللذان. يلا ايه الشاهد؟ يا الغلامان جمع بين ايه؟ العقدة بعد عني. لا احنا قلنا الاصل ان لا يجوز الجمع بين النداء والالف واللام الا في 3 احوال. ايه هما؟ جمل محكيه، لفظ الجلاله، ضروره شعريه. فاكرهم؟ طيب ما تاني الياء حرف النداء وقال لا يجوز الجمع بينهم اصلا الا في 3 احوال. جمل محكيه يا الرجل منطلق، ضرر شعريه فيا الغلامان، لفظ الجلاله يا الله. هنا ايه يا مستر بقى؟ هنا الضرر الشعري فجمع بين حرف النداء وقال. يا استاذ ليه؟ في الضروره او ليه الضروره الايه؟ فاكر المساله؟ فهمتها كده؟ افتكرتها؟ طب يا اللهم ينفع يا استاذ اجمع بين العوض ومعوض عنه في يا اللهم ديت؟ لا يجوز. يبقى ده لا يجوز يا استاذ. ليه لا يجوز الجمع من العوض والمعوض ايه عنه اللي هو حرف النداء الياء والميم المشدده في كلمه اللهم. تمام كده؟ تمام ماشي يا استاذ. بعد كده بقول لك الراتب من لك بقى. تابع ذي الضم المضافه دون الزمه نصبا ك ديت حرف نداء. زيد ذا الحيل. هو بيتكلم هنا عليه. بيقول لك ما المواد المقصود هنا في النداء في البيت؟ بيقول لك
ذي الضم صاحب الضم. هو بيتكلم على ايه صاحب الضم؟ اللي هو المدى المبني يا اولاد، اللي هو المدى ايه المبني. المفرد العلم زيد اهي، قال لك زيد اهو، يبقى علم ولا مش علم؟ ها، العلم المفرد. طب العلم المفرد ده المبني يا استاذ، حكم التابع بتاعه ايه؟ ما هو قال لك ذي الضم المضاف، طالما مضاف دون ال، اضافه ودون ال مع العلم يا استاذ. يعني مثلا يجي يقول لك ايه، يا زيد يا استاذ، يجي يقول لك مثلا ايه، يا زيد الكريم، او يا زيد صاحب عمرو. طالما هو مضاف مفيش فيه الف ولام، يبقى التابع حكمه ايه؟ يجب ايه؟ ايوه يجب نصب، يا زيد صاحب عمرو. طب حالته ايه التابع ده؟ مضاف مجرد من ايه؟ من ال. يا زيد صاحب عمرو يا استاذ. قال لك التوابع ينطبق على الحكم السابق بقى. ايه التوابع؟ هو قصده بقى على موضوع التابع المنادى، اللي هو لو كان نعت او عطف بيان يا ربي او توكيد. فاهم الفكره؟ يعني احنا قلنا يا زيد صاحب عمرو. ايه تاني؟ يا مصريون كلكم. ما هو كلمه كلكم ديت، كلكم ده مضاف ومضاف اليه، مفيش هنا الف وايه؟ الف ولام. فاهم الفكره؟ يا فاطمه. ممكن مثلا نقول بلاش يا فاطمه، بلاش يا فاطمه دي، هنخليها يا زيد. لو كان بقى عطف بيان، يا زيد ابا عمرو، عادي عطف بيان يا جماعه. يبقى هو قصده على التوابع بقى، هنا قصده على ايه؟ على اشكال التوابع كلها. طبعا ده سؤال يعني مقالي يعتبر يعني. فبقول لك ايه، يا زيد ذا الحيل. مش زي الحيل دي يا استاذ منادى مضاف وغير مقترن بال. طب يعرب ايه هنا؟ نعت. واحنا قلنا التبع ده حكمه ايه؟ يجب نصبه. يبقى نعت منصوب بالايه؟ بالالف، لانه من الاسماء الايه؟ الخمسه. تمام كده؟ طبعا الاسماء ما بتجيش بالشكل ده يعني في الامتحان، بس برضو ده بيثبت المعلومه اكتر يعني. احنا عارفين يا استاذ وبالتالي خص جمع يا وقال، احنا عارفين ان الاصل ما ينفعش اجمع بين يا وقال، صح؟ لان يا حرف تعريف وقال حرف تعريف، الاتنين تعريف. بدون مكافأة من الآخر. بالظبط، ما ينفعش اجمع بينهم. ويا يا استاذ للعهد يعني خطاب، انما قال للغيبيه. ينفع اجمع بين خطاب وغيب في مثال واحد؟ برضه لا يجوز يا استاذ. عندك حالتين بقى هنا بقى. امتى يجوز الجمع؟ قلنا من شويه، مع لفظ الجلاله، ضروره شعريه، جمل محكيه. بالظبط ندى لفظ الجلاله. ندى على لفظ الجلاله ازاي يا استاذ؟ يا اما اقول يا ايه؟ يا الله بالوصل، او يا الله بالقطع، صح يا جماعه؟ يا اما اشيل الياء واعوض عنها واقوم قال ايه؟ اللهم بالميم المشدده. يعني ينفع 3؟ ينفع التلاته عادي. بس ايه الاكثر في نداء لفظ الجلاله يا استاذ؟ الله. اللهم، بالظبط كده، هو ده الاكثر يا استاذ، هو ده الاكثر. يعني أكتب 3 أنا؟ هو قال لك ايه اللي جوه كيفيه نداء لفظ الجلاله؟ هتكتب التلاته بالوصل وبالقطع وبالتعويض، بس الاكثر التعويض بالميم المشدده. تمام. تمام كده؟ تمام. ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد ابن سعيد لا كلمة ابن، يبقى مسألة ايه يا مستر هنا؟ همزة وصل. لا، مش بتكلم على همزة، لا. شفت كلمة ابن في المنادي، يبقى مسألة ايه يا مستر؟ ابن لو خلفت الشروط او وافقت الشروط. يا علي، اي سؤال في كلمة ابن يا ولاد اعرف ان هو له مسألتين اتنين: موافقة شروط ومخالفة شروط. والله لو وافق الشروط ايه يا استاذ؟ لو المدى علم مفرد موصوف بابن، وابن مضاف لعلم، مفيش فاصل. مش كده يا استاذ؟ وافق الشروط، هيقول لك وافق الشروط. طالما وافق الشروط يبقى جواز ضم والفتح وايه؟ وحذف الف ايه؟ ابن. بس كده، طالما وافق الشروط. وصلك كده؟ طب لو خالف الشروط، يا زيد ابن اخينا، هتقول له يجب الايه؟ الضم وعدم حذف الالف
اثبات الالف بتاعت الوصل يا استاذ، سيبها بقى، دي مساله ابن يا باشا، قسمها كده عندك. طبعا بسرعه كده يا استاذ بيتكلم وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد ايه؟ قد عهد. اه بقول لك ابن المعرف، ايه المعرف؟ اللي هو علم المفرد يعني، ان هو الحكم والبناء. طب المنادى يبنى على ايه؟ ها، يبنى على ايه؟ شاطر، يبنى على ما يرفع به. طب محله ايه ساعتها؟ في محل ايه؟ اي منادى مبني على الضم او الواو، بس في محل ايه؟ نصب. ها، فاهم الفكره؟ طب ولماذا هو في محل نصب اصلا؟ لان المنادى لما اقول لك يا محمد كاني بقول انادي محمد، فمحمد اصلا اعراب مفعول به. يبقى لماذا؟ لان المنادى مفعول به في المعنى. فاهم الفكره؟ بس صعب الكلام؟ ان شاء الله مش صعب يا مستر. وذو اشاره، يبقى مساله ايه يا مستر هنا؟ اسم الايه؟ اسم الاشاره. ليك كم حاله في اسم الاشاره؟ برضو ليك حالتين. اسم الاشاره ليك حالتين، والله لو كان واصله لندائه او لم يكن ايه؟ ها، واصله. ما احنا مقسمينها بقى. فلو كان واصله يبقى يجب الرفع يا استاذ صفه اسم الاشاره، الصفه اللي بعده يا هذا الرجل، يعني نرفع اسم الايه؟ الرجل. تمام كده؟ طيب يا استاذ رجع قال لك واذا لم يكن واصله لا يجوز بقى فيه. بس هو السؤال بيقول لك ايه الشبه بين اسم الاشاره واي؟ الشبه بينهم يا استاذ، عارف كلمه يا ايها؟ اقول يا ايها المعلمين ولا يا ايها المعلمون؟ أيها المعلمون. يبقى يجب رفع صفه اي عند الجمهور لان المقصود بالنداء. نفس الفكره برضه في اسم الاشاره، لو كان وصل لندائه هقوم قايل يا هذا الايه؟ الرجل. يبقى الرجل ايضا يجب رفعه برضه نفس الفكره. يبقى ده وجه الشبه بين اسم اشاره واي، ان الاثنين يجب رفع الصفه بتاعتهم. طب هو قال لك بقى يعني يا هذا الرجل دي ما خليناش اسم اشاره وصل لندائه اذا لم يكن وصل. احنا قلنا ايه؟ يبقى الحكم ايه يا استاذ كده؟ اذا لم يكن وصله يبقى يجوز الرفع ويجوز الايه؟ ها، الرفع والنصب. ما احنا قلنا بقى لو كان وصل ندائه يبقى يجب الرفع، طب ما كانش واصله يجوز الرفع والنصب. ها، تمام ولا ايه؟ تمام. تمام كده يا استاذ. وايها مصحوب ال بعد صفه يلزم بالرفع لدى ذي المعرفه. هو بعد مصحوب ال بعد يعني الف ولام والصفه، يعني قصده يا ايها المهندسون. احنا قلنا يا مستر يجب رفع صفه اي عند مين؟ عند الجمهور. لو قال لك في الامتحان يا ايها المعلمين صح؟ لا غلط. طب يقول لك اجاز المزني يا ايها المعلمين صح. طب يا ايها المعلمون عند الجمهور صح. طب ليه يا استاذ يا ايها المعلمون؟ لانه هو المقصود بالنداء. طب لما اقول يا ايها المعلمين وسكت غلط. طب لو قال لك يا ايها المعلمين عند المازني صح، على قياس يا زيد الظريف يجوز النصب ويجوز الرفع. ها، وصلت كده؟ قصده على التابع بتاع اي يا استاذ. اللي بعدها يا محمد ابن ابي بكر. لا انا عايز الاعراب بقى. يا سعد الاوسي، او يا سعد الاوسي. تمام. هو عايز بقى الاعراب. الاعراب ايه تعرف؟ مش هو متكرر لفظ منادى هنا يا استاذ؟ سعد صح. اتكرر لفظ المنادى المضاف يا استاذ، فيجوز في الاسم الاول الضم والنصب. علمها بعينيك بقى، ده الضم وده الايه؟ النصب. طب والاسم الثاني قال لك يجب النصب.
يبقى يساعد او ساعد. ساعد الاوسي. يجب بس نصبه. يجب النصب الاسم الثاني. مم. المسألة اللي بعدها يا مستر. يلا. يا محمد ابن بكر. هنا وافق ولا ما وافقش الشروط بتاعت مسألة ابن؟ وافق شروط مسألة ابن. يبقى محمد حكمه ايه؟ يا محمد ابن بكر. يبقى الحكم هنا يجوز ايه؟ يجب رفعه. ليه بقى؟ طالما وافق الشروط يبقى يجوز. يجوز الضم والنصب او الضم والايه؟ والفتح او الرفع الضم والفتح. عشان المنادى ابن يبقى الضم والفتح يا استاذ. لانه وفق الشروط. علم مفرد يا استاذ مضاف لابن مفيش فاصل، فيجوز الضم والفتح وتحذف الف ابن. دي المسألة بتاعت ابن يا استاذ. لو وفقت الشروط يجوز الضم والفتح. تمام. انما يا محمد الكريم ابن خالد، هنا مسألة ابن اهي، فصل بين العلم وابن بالكريم. يبقى محمد حكمه ايه؟ يجب الضم وتثبت الف ابن. يجب الرفع. لا قول الضم بقى عشان موضوع البناء. قول البناء، قول الضم عشان موضوع البناء. صعبة. طب يا طالب ابن محمد، هي كلمة طالب دي خلفت ولا ما خلفتش؟ خلفت، لانه مش علم، مش محمد ولا زيد. خلفت. يبقى برضه طالما خلفت المسألة يبقى يجب الضم يا أستاذ وتثبت ألف ابن. يجب الضم. فاهم الفكرة؟ يبقى مسألة ابن يا أستاذ لو وافقت الشروط يجوز الضم والفتح. طب لو خلفت الشروط يجب الضم. تمام. صعب الكلام؟ لا. إيه صح وغلط؟ أقول يا زيد وأبو؟ أقول وأبو عبد الله؟ لا وأبا. وأبا يبقى غلط عشان تابع مضاف غير مصاحب. لا. يا أيها من أدى. مستخبية أوي دي. فاكر الاسم اللي بعد أيها صفة أي يا جماعة ينفع تكون مجردة من الألف واللام؟ أقول يا أيها إيه؟ من؟ غلط. غلط. يا أيها الذي، يا أيها الرجل. ما ينفعش صفة أي تكون غير الذي يا أستاذ. أنت عندك لا أحوال بقى. أحوال صفة أي. يبقى ينفع أقول يا أيها رجل من غير لا، ما ينفعش. يا أيها الذي يبقى العبارة خطأ. خليكم النقطة دي قوي مهمة. حضر لؤمان، ينفع لؤمان لوحدها ولا ولا ايه؟ يا لؤمان من الاسماء الملازمه للنداء. يا لؤمان، لؤمان ونومان معايا. يا محمد ذو العلم، ده التابع مضاف غير مقترن بالالف واللام، يبقى يجب نصب. يبقى اقول ذو العلم ولا اقول ايه؟ ذا العلم. غلط. يا ايها المهندسون صح ولا مش صح؟ صح عند الجمهور. يا ايها المهندسون. ايها المعلمون اخلصوا في عملكم، برضو صح ولا مش صح؟ تمام. يبقى صح يا مستر. دي صح. فاذا كان تبع المنادى المضموم عطف نسق مقترن بالالف واللام. دي مساله التابع اللي بتاعت العطف النسق. من عطف نسق له 3 احوال. عطف نسق له 3 احوال. تابع المنادى مضموم. يا جبال اوبي مع والطير مقترن بال، يبقى حكمه ايه؟ يجوز الرفع والنصب، والرفع هو المختار عند الخليل وسيبويه. يبقى غلط. قياسي اسم الفاعل فعالي مبني على الكسر في ذم الانس. ما فاكر ايه؟ هند امرأة يا غدر وسبها، يبقى صح. ما هو فعال لذم الانس. انما يا فعل لكع ده سب للذكر. ويجوز مبني على الضم والفتح اتباعا اذا كان مفرد علم موصوف بابن مضاف لعلم ولم يفصل. يعني وافق الشروط.
مسألة ابن وافق الشروط، يبقى حكمه يجوز الضم والفتح، صح ولا غلط؟ لا غلط. لا صح، طالما وافق الشروط يبقى يجوز، خالف الشروط يبقى يجب الضم. طيب ناخد السؤال السابع على الأقل وبعدين نخش في الاختصاص. يا أبتي، ينفع أجمع صح، أو أقول لك صواب، يبقى كل اللي جاي ده خطأ، صح؟ يبقى هتقولي بقى التصحيح هنا بقى هنقول إيه؟ كسرة. يا أبت هنلغي بقى الياء بالظبط، لا يجوز جمع من العوض والمعوض إيه؟ عنه، اللي هو الياء بقى. إحنا جايبين الياء ليه؟ ما أنت جبت تقل الاحترام أهي. زيد ذو الحيل ولا زيد إيه؟ زي الحيل. زي الحيل بقى، المتبع منادى مضاف مجرد من الألف واللام فيجب نصبه. يا سعيد أبي المجد ولا هو يا سعيد إيه؟ برضه نفس الفكرة، أبا المجد نفس الفكرة. يا رجل وزيدا، ينفع أنصب وزيدا؟ وزيد يا أستاذ، عطف نسق يا أستاذ هنا بقى، ده عطف نسق مفرد يجب بناء على الضم. يا محمد ابن جارنا، يا محمد ابن جارنا، هو حط فتح على الدال بتاعت محمد، نصب. طيب وابن جارنا هو مضاف لعلم، مش كده خالف الشروط؟ وطالما خالف الشروط مش يجب بناء على الضم، يبقى يا محمد. فاهم الفكرة؟ مش هو كده خالف الشروط؟ يبقى رفع. يا محمدين أو يا محمدين انهضوا، هقول يا محمدين، هو المنادى المبني بالنصب الياء ولا بالواو؟ يا محمدون. يا محمدين برضو ولا يا بس لا، يا محمدان أقبل عشان إيه؟ ألف اللسان هنا في الفعل، يبقى يا محمدان. هند امرأة غدر ولا هند امرأة أقوم قايل إيه؟ من الأسماء الملازمة للنداء. دي صعبة شوية، أصل دي سؤال كان لوحده كده كنت بسأله في درس الأسماء الملازمة للنداء يا عم علي. السؤال ده لما احنا شرحناه، أنا عارف إن كلمة غدر على وزن فعال لسبب الأنثى، صح؟ فكنت بلخبط الطلاب في الشرح، بقول لهم يا جماعة هند امرأة غدر، يقولوا صح يا مس، أقول لهم أنتوا حمير، لأن غدار من الأسماء الملازمة للنداء، فهو يجب أن أقول يا هند امرأة يا غدار. يا حسين ابن جارنا تقدم، هو قال لك يا حسين، برضه هنا موضوع برضه ابن، مسألة ابن هو مضاف لغير علم ونصبها برضه المفروض يجب الرفع، يبقى يا حسين. أكرمك الله يا أبتي بالياء، احنا حلناها فوق، المفروض يا أبتي كده بتاع بتاع لا ماشي تمام. ويا أبتي هنلغي الياء يا أستاذ. نعم. لو استفدت أو استفدت من الفيديو ده يا ريت تضغط على زر الاشتراك، يعني بالعربي كده تشترك في القناة، لايك على الفيديو، حاجة بس منك ولكن بتشجعنا إن شاء الله تعالى إن احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.